بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. أعزائي مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بالخير دائما يا رب العالمين. طبعا إحنا بنعيش في هذه الأيام في فرحة وسعادة وسلام، والله يحفظ الأهلي ولاعيبة الأهلي وإدارة الأهلي وجماهير النادي الأهلي. آخر ما توصلت إليه الأنباء اليومين دول سيادة المستشار مرتضى منصور بيطلع كلام كتير قوي عن النتيجة المذهلة. طبعا النتيجة اللي أذهلت كل العيون 4-1 دي نتيجة، طبعا نتيجة يعني غير متوقعة. أنا عن نفسي كنت متوقع إن الأهلي يغلب الزمالك 3-0. الكل بيتساءل ويطلع كلام إن الأهلي معمول بيجيب الاجوان بالسحر. معانا فيديو هيبين صح كلامنا، نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني. يلا. الاهلي السنه اللي فاتت واللي قبلها خسر كل البطولات في كل الالعاب. الشحات كانوا بيبيعوه 3 سنين ما عملش حاجه. محمد هاني الولد ده بحبه ويعني بحترمه عشان مؤدب ابن الناس، اعتقد هو قريب حسام غالي، كانوا هيبيعوه. قفشه كانوا بيبيعوه. الواد اسمه باتسي طن ده ولا البيبسي ده اللي هو كان بيتباع. فجأة عمالقة. أنا مش هقول لك بياخدوا منشطات، لا خالص. إنما في حاجة مش طبيعية. وأهو تاني أنا جات لي رسايل من زمان، من بعد الأهلي ما اتغلب 5 من سان داونز، وفجأة بقى قطر الطاير يضيع ضربة جزاء عشان يخش الاهلي ويطلع الهلال، وهم بيلعبوا على ارض الهلال، واللي دخل الاهلي مش الاهلي، الهلال. فانا واحد من الفيوم اهو بعت لي الرساله دي. ده واحد بعت لي الرساله دي بقاله كل ماتش الاهلي مش بيكسب الزمالك بس. من ساعه هزيمه سان داونز الاهلي ما خسرش ولا ماتش ولا خسر ولا بطوله اي لعبه. ده مش محتاج نقول عليه ساحر، مش محتاج. اهو واضح. طيب مكتوب ايه بقى؟ اولا صورة الساحر رجب محمد شيب رجب بحة. هذا الساحر هو اللي يعني مدمر الزمالك واصابات لاعبين وتطفيشهم. خلاص. منين بقى؟ اهو الفيوم مينا ايه؟ الحيط. بلد الواد سيد. طيب ممكن حد يا جماعه في الفيوم يقول لي مفيش بلد بالاسم ده ومفيش واحد بالاسم ده؟ اهو قدام الدنيا كلها. لا نكسب الاهلي امبارح. ولو لاحظتوا امبارح ده جاره اللي بعت لي على فكره، لو لاحظتوا امبارح العارضه اللي على اليمين، هو الاهلي غير. لاحظوا بقى كان بيلعب في السلام، بيقول لك السلام ده احنا اشتريناه واجرناه 10 سنين. راح استاد القاهره ليه؟ عشان يتحكم في المكان والماتش بتاعه. اي حد يروح بالليل. العارضه اهي اليمين، الاهلي شاط على العارضه دي، الكوره جت فيه في العارضه، مظبوط كده؟ طيب الشوط الثاني الزمالك شاط على نفس العارضه، كورتين جاهم في العارضه، يبقى الشغل كله كان على العارضه دي. هتقول مش عايزين نتحجج. انا يا جماعه ده جالي رساله اهي. انا بصراحه ما كنتش عارف يعني انتوا بتؤمنوا بالقرآن ولا مش بتؤمنوا؟ مستشار انت بتقول انا راجل دولة، راجل دولة يتكلم بالطريقة دي على الناس؟ ده انت ما بتقبلش في ولادك كلمة، ازاي تقبل على ولاد الناس الكلام؟ عيب الكلام يا سعادة المستشار. اتفضل يا حاج. الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعادة المستشار غلط، لان الراجل ده امام مسجد وكلها توثق فيه وبنصلي وراه. حتى هنقوم نصلي الفجر دلوقتي وهو بيصلي الامام بتاعنا. فكده غلط ان انت تقول عليه ساحر. هو مش ساحر، ولو كان هيسحر كان سحر لنفسه اتغنى يا سيدي. هتقول حاجه يا حاج؟ اتفضل يا حاج رجب، قول اي حاجه. قول يا حاج رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجب محمد شحاته. سيادة المستشار متهمني بالباطل ان انا بسحر. انا راجل امي وراجل لا بعرف لا اسحر ولا بعرف اعمل اي حاجه، وقسما بالله العظيم مره ثانيه ان انا ما بعرف اعمل الحاجه ديت، واللي بيعمل الحاجه دي اصلا بيبقى راجل مشرك بالله.
والاشراك بالله ده اشراك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نازع من قلبه الرحمه في الدنيا وفي الاخره. وانا راجل بنا، وانا راجل شغال بنا، عامل بايدي، بعمل عامل يعني شغال بنا، شغال ارزاقي. يعني لو تيجي حضرتك تيجي تتفرج على المعيشه بتاعتنا اللي احنا عايشينها او البيت اللي انا عايش فيه مش هترضاها انت نفسك. وسمعه ولادي، وسمعه ولادي طبعا ده كده غلط، ده تهريج، ده كده ما ينفعش، ده تهريج، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقه دي. ده راجل معاه عيال ومعاه اولاد ومعاه اسره، ازاي يشركوا معاه؟ ومعايا بنات ومعايا عيال برضه على وش جواز، ومعايا بنات على وش جواز. اتكلم انت، بتتكلم حرام لما تقول عليا بالطريقه ديت. انا اقسم بالله ما بعرف اعمل الحاجه دي ولا اصلا. انا كنت بحافظ قران فعلا، حافظ قران حفظ. هو ده اللي خلى الزمالك يتغلب 4-1. ما بعرفش. هو ده اللي خلى الواد امبارح ما عنديش خط ولا كان بيقلش وبيجلي. لعيبتك تعبان وشكرا. سحر الكوره فيها سحر. كان في السودان خدت كاس العالم لو بالسحر. كان سحر. صلح فرقتك انت الاول. يا سياده المستشار احنا زملكاويه مش مقتنعين باي سحر وباي كلام خالص. كلام كله ده مفيش اي حاجه خالص. احنا زملكاويه وجنبيه مفيش اي حاجه خالص. وسيبك من الكلام اللي انت بتقول عليه ده كله ده. واحنا بنطلع ننزل الفيديو ده ومع الراجل ده اللي هو ابن عمي، لو هنموت احنا برضه معاه. ومفيش اي حاجه من شغل الاسحار ولا شغل اي حاجه. ده كله شغل كله اونطه، شغل كله اونطه. والفيديو ده منزلينه ولو هنموت كلنا برضه مفيش اي حاجه خالص من موضوع السحر. ما انسحبناش ليه يا سيادة المستشار؟ ما انسحبناش ليه قدام الاهلي؟ ما انسحبناش ليه؟ ما انسحبناش ليه قبل ما نتفضح فضيحة المطاهر ونتغلب 4-1؟ ما انسحبناش ليه؟ انا عايز اعرف سؤال يا جماعة. الفيديو ده من اهم الفيديوهات اللي بعملها في حياتي. انا عندي اسئلة وعايز حد يجاوبني عليها. عايز اعرف ما انسحبناش ليه؟ ما انسحبناش ليه؟ ما انسحب. هو مش كهربا لعب؟ مش كهربا لعب امبارح يا سيادة المستشار؟ احنا مش انسحبنا في السوبر عشان كهربا؟ طب كهربا لعب، ما انسحبناش ليه؟ ما انسحبناش ليه؟ علشان التحكيم. ما انسحبناش ليه؟ عشان التحكيم. هو مش التحكيم ادانا ضربة جزاء امبارح؟ ولا مش التحكيم امبارح ادانا ضربة جزاء؟ مش التحكيم يعني التحكيم كان هيعمل لنا ايه طيب؟ طب التحكيم امبارح اي حد بيتفرج كان هيعمل لنا ايه؟ ما هو ده توبنا، ما هو ده توبنا، ما هو ده عبد مجيد، وهو ده عبد غني، وهو ده بسلطاتنا ببابا غنوجنا. هم دول لعيبتنا، هم دول لعيبتنا اللي احنا شفناهم. مش فاهم يعني مش فاهم يا سيادة المستشار ليه ما انسحبناش؟ ليه ما انسحبناش؟ بدل ما تقول السحر الاسود، بدل ما تقول السحر الاسود. السحر الاسود ليه؟ طب السحر الاسود ليه؟ علشان زيزو جات له كرة في العارضة؟ يعني عشان زيزو جات له كرة في العارضة يبقى السحر الاسود؟ طب ما قفشه جايه له في الدقيقة 4. طب ما قفشه جايه له في الدقيقة 4. السحر الابيض ده بقى ولا ده يبقى اسمه ايه؟ ده يبقى اسمه ايه؟ انا عايز بس اجابة على الاسئلة دي. انا عايز اعرف احنا ليه ما انسحبناش؟ ولا احنا مكتوب علينا نتغلب من الاهلي بكل ارقام جدول الضرب؟ مرة بال3 ومرة بال4 ومرة بال5 ومرة بال6. مش عارف. عايزيننا نتكلم؟ هنتكلم. الناس اللي ساكته ومش عايزه تتكلم هنتكلم. بقالنا كام سنه ما غلبناش الاهلي في الدوري؟ 20 سنه؟ كان عندي كام سنه لما غلبنا اخر مره غلبنا الاهلي في الدوري؟ غلبنا بال2 وبال3 وبال4 وبال5 وال6 وبكل ارقام. عم فيثاغورس اخترع الارقام عشان النادي الاهلي يكسبنا بيها، واحنا يوم ما نكسب الاهلي نقعد نتمجد على مره يتيمه كنا الاحسن فيها وغلبناه ب2-0 وهو يدوس دايما الاهلي في ماتشاتنا، يدوس بال2 وبال3 وبال4 وبال5 وعنده شهيه مفتوحه وكانه بيلاعب مركز شباب، وكانه بيلاعب نادي درجه ثانيه. عيب يا جماعه. هنفضل نشوف المنظر ده لحد امتى؟ والدور والباقي نيجي نبرر الهزيمه بعد ما جايين في نار من امبارح ما نمناش صاحيين. الواحد مش عارف يفتح السوشيال ميديا يلاقي التريقه جايه له من هنا وجايه له من هنا، ومن صفحات اهلاويه وصفحات زملكاويه تقول كلام ما يتقالش، وقناه منزله لك الزمالك فاز في الشوط الثاني والواحد مش عايز يتكلم. القناه اللي منزله تقولها فاز. يعني انتوا بتضحكوا على الناس. يعني ايه الزمالك فاز في الشوط الثاني؟ فاز في الشوط الثاني. هو الشوط الثاني بطوله؟ دلوقتي بناخد الشوط الثاني بطوله يا جماعه. الشوط الثاني بناخد لا بيقول لك النهارده فاز بالاداء. هو الشوط الثاني بطوله ان انا العب كورتين حلوين واروح على المرمى؟ النهارده بطوله انتوا بنلعب بايرن ميونخ وبنلعب برشلونه وبنلعب ريال مدريد. ايه يا جماعه اللي بتعملوه فينا ده؟ وبدل ما نطلع نتكلم عن هزيمه نيجي نقول لك ايه؟
احنا ما شفناش جول حسين الشحات، واخد بالك؟ زي كده الهدف بتاع الوداد، احنا ما شفناش جول حسين الشحات، جه من غير ما حد يشوفه. اصل احنا عارفين كابتن الخطيب بيعمل ايه. عيب بدل ما نطلع نتكلم نقول اسباب منطقيه ونقول اسباب فعليه، نطلع نقول اصل ما اعرفش فازوا في السحر، اصل ما اعرفش مين اللي جاب الجون، اصل جامايكا جاب الجون. يا جماعه حرام عليكم، يا جماعه حرام عليكم. منك لله، منك لله يا اوسيريو، منك لله يا اوسيريو. بنضارتك دي اللي مش عارف بتعمل ايه، هتقع منك في حته ضلمه ما تلاقيهاش ولا تلاقي حد يغيتك في الصحراء كده، ما تبقاش عارف تعمل حاجه كده وتقعد 4 سنين 4 سنين زي ال4-1 ولا حد يغيتك. انت وصبحي. صبح يا صبحي، صبح 3 اجوان جايين في ناحيتك، 3 اجوان. تقول لي السحر، سحر مين؟ الاجوان الاهلي ال3 اجوان بتوع الاهلي ملعوبين، اجوان ملعوبه. بتتكلم مع مين؟ بتتكلم مع ناس ما بتفهمش كوره. ما احنا شايفين الملعب. الشوط الثاني غير اوسيريو، غير، ما كان من الشوط الاول يا عم. ما هو احنا مكتوب علينا كل مدرب يجي يجرب فينا؟ ما جربتش، ما عملتش بروفا على دي. امال انا دارس الاهلي وانا بتفرج وانا بتعمل. انا مش فاهم ايه ده. انا مش فاهم هو مين بيدرب صبحي يا جماعه؟ مين بيدرب صبحي؟ ها؟ كويس يا ابني، كويس يا صبحي ان انت كويس انهم ما خلصوش على 6. كويس ان هم ما خلصوش على 6. يا جماعة أنا بقول لكم كلمتين، كل الناس لازم ننسحب من البطولة العربية. يا ريت الناس توصل الفيديو ده. البطولة العربية هنطلع بفضيحة، هنلاعب أندية زي النصر وانديه زي الشباب، حتى الاتحاد المنستيري احنا مش قده، احنا مش قد النصر بالصفقات. هنعمل ايه بكريستيانو رونالدو؟ يا جماعه الزمالك في حلقه الناس اللي كانت بتتكلم على كاس السوبر وانا كنت بقول لهم ما ننسحبش في كاس السوبر. انا النهارده من اشد، لو رجع بيا الزمن هطلع واعمل فيديو واقول انا اسف يا اهلي، كان احنا مش قد الفرق دي يا جماعه، احنا مش قد الفرق دي. امبارح اتكلمت وقلت هاتوا لنا الاهلي وفتحت الصدر، والاخر الواحد عمل ايه؟ الواحد قلع حافي. يا جماعه احنا مش قد الفرق دي دلوقتي. ما ينفعش نروح نلعب النصر بتدعيماته ولا الشباب ده، بدون تدعيماته ما ينفعش نلعبه، بدون تدعيماته ما ينفعش نلعبه. احنا خامه مختلفه يا جماعه، احنا ما فيش لعيبه. ما في امبارح اسيرو يا جماعه بيقول لك اصل انا طالب بواحد يلعب برجله اليمين عشان انا ما عنديش لعيبه، كل المدافعين عندي بتلعب برجلها الشمال. يا جماعه هتحصل فضيحه، في فضيحه هتحصل في البطوله العربيه. يا جماعه احنا مش هنمشي حافين تاني. احنا خلاص رجلنا بقت من اللي احنا نمشي حافين. انا عايز اعرف بس هو فين الصفقات الناريه؟ فين الصفقات الناريه يا كابتن خالد؟ فين يا كابتن ميزو؟ فين يا كابتن ماجد؟ فين يا كابتن بلاك؟ فين يا كابتن امريكا؟ فين الصفقات الناريه؟ انا عايز اي كابتن يقول لي، يجاوب عليا اسئله بنقولها. فين الصفقات الناريه؟ احنا شفنا الاهلي يعمل صفقات واحنا بنشم الصفقات زي اللي بنشم الكباب، واقف عند الكبابجي بيتنشى بيشم الكباب. احنا واقفين بنشم الصفقات وهو بيعملها. بنشم الصفقات. والاهلي المخازن بتاعته اتملت بالبطولات، واحنا عمالين بنتنشأ على بطوله واحده. يا جماعه اذا كان في ناس بتقول، انا سامع اللعيبه بتقول اللي هينسحبوا ومش عايزين البطوله العربيه. يا جماعه احنا قد النصر يا جماعه وقد كريستيانو رونالدو؟ احنا قد كريستيانو رونالدو؟ انا عايز افهم بس السؤال. احنا الناس اللي جينا وقلنا عايزين نلعب الاهلي وعايزين هاتوا لي الاهلي وعايزين، ومشينا حافيين. مش هنمشي حافيين تاني. احنا مش هنمشي. احنا نعتزل المشغلانه، احنا نعتزل ان احنا نتفرج، احنا نعتزل ان احنا يا جماعه احنا من امبارح ما نمناش يا جماعه. يا ريت الناس تقول كلام منطقي بدل ما يجي يقول لك الاهلي كسب بالسحر الاسود والاهلي كسب مش عارف ايه والليله السوداء. لا ما فيش الكلام ده خالص. الاهلي فاز باللعب، بالاداء، بالرجوله، بلعيبه رجاله. هو ده اللي فاز بيهم بخطه محطوطه. مش نازل لي لا بدون لا نص ملعب ولا ظهر ملعب ولا وش والعب ولا بطن والعب ولا وتشاط. ارحمونا ولا حارس مرمى. ده لو محمد صبحي كوميديان، الاستاذ محمد صبحي لو هو اللي واقف مش هيعمل. لو محمد رمضان كان عامل حاجه اكشن اجدع من كده، مش هيعمل الكوميديا السوداء اللي انت فرجتها لنا دي. انا الفيديو اهو، شفت الفيديو حضراتكم. السيد المستشار بيدعي ان الاهلي غلب بالسحر، بيقول ان اللعيبه اللي جابت الاجوان دي كان الاهلي بيبيعها. الاهلي كان بيبيعها السنه اللي فاتت، ازاي السنه دي تجيب الاجوان دي؟ هم الناس ديت مقتنعين بنفسهم لدرجه ان صدق نفسه وصدق الكذبه طبعا. وقناه الزمالك ماشيه وراه، وصور واحد من الفيوم بلد الكابتن السيد عبد الحفيظ بيقول لك الراجل ده ساحر وهو اللي بيبخ بالبخاخه في اللاعب يجيب جون على طول. حاجات تخلي الواحد شعره يطلع من جوه ودانه. بكلمكم بجد. وطبعا قناه الزمالك ماشيه وراه
وطبعا جمهور نادي الزمالك ماشي وراه، وحاجه بقت اخر مريطه، حاجه بقت اخر مريطه. يا راجل يا راجل انت هتكتب الكذب والناس تصدقها؟ لا اله الا الله. يا جدع ارجع على اللي في دماغك يا جدع، ارجع على اللي في دماغك. الاهلي قوي، الاهلي قوي، الاهلي فريق، الاهلي فريق 100 جمهوره هيوصل لها للعالميه. الاهلي حبيب الكل، احنا دمنا احمر، عشان كده الاهلي ساكن في دم كل مواطن مصري. والسلام ختام وليس ما بيننا ختام. وارجو من حضراتكم، ارجو من حضراتكم عشان خاطري، يعني عشان خاطري ادعموني باشتراك وفعلوا الجرس يا ناس، ادعموا قناتي ومع السطلانه، عشان انا بحبكم في الله، وعاوزكم انتوا كمان تقفوا معايا، اقفوا مع الراجل الشقيان اللي بيدور على سعادتكم. والى ان نلتقي لكم مني كل الاحترام، اخوكم جمعة شو.